سوف أبدأ كلامي بمداخلة الأخ المحترم الصحفي حميد المهداوي، وأقول: الأخ المهداوي قال لواحد الوزير اللي معروف واحد الاسم ديال المهبولة، قال له: واش ما كتحشمش؟ بدوري أقول له: واش ما كتحشمش؟ هاد الوزير، وهذا وزير لو تروت لخص الواقع ديالنا في جمل. قال أننا منذ المهدي إلى اللحدي كنعيشو مزيان. إذن هو على حق، و40 36 مليون ديال المغاربة ما كيفهموش، إما مراد بعينيهم السواح ولا فيهم شي ديفون ولا ما كيشوفوش. هاد المهبول هذا هو اللي كيشوف أن المغاربة يعيشون في الرخاء، وكيعيشوا في الازدهار، كيعيشوا في واحد الطمأنينة، في واحد عايشين بخير، واكلين شاربين، مكونجي. اللي ما خدامش دابا الحمد لله كيشد داكشي ديال ما خدامش كيشد داك الفلوس ديال انه بيطالي، كيحرقوا راسو، كيجيو كينوضوا به كيديوه للطبيب. المهم المستشفيات عندنا الحمد لله مجهزه باخر تجهيزات. المدارس الحمد لله عندنا مخير كيمشي في البوادي، كيمشي يقضي حاجته في الخلاء. دابا سي عزيز اخنوش، واش طالق علينا هاد البراهج ديالك كيستفزونا؟ هذا استفزاز ديال المغاربه. سي عزيز اخنوش، واش طالق علينا؟ واش كتديروا واحد اللقاء وكتخليو البراهج يسيروا اللقاء؟ واش كتستفز المغاربه؟ هذا استفزاز للمغاربه. كيفاش المغاربة منذ الولادة، منذ المهدي إلى اللحد، منذ المهدي إلى اللحد المغاربة مرضتوهم بالأمراض المزمنة، المغاربة فقرتوهم، المغاربة جوعتوهم، المغاربة جربتوا فيهم كالفئران جميع التجارب. لا تطبيب، لا تعليم، لا صحة، لا تعليم، لا تطبيب، لا مصيبة كحلة. الشعب غاضب مؤخرا، كلشي بغى يخوي البلاد يهرب باش ما يبقاش يشوف بحال هاد النماذج، هاد الكائنات الغريبه، هاد المهبوله. عندك السي عزيز اخنوش، سوف يقع لك اللي ما وقع حتى لشي حزب. عندك هاد المهبوله هذا، وعندك هذيك البنت اللي دابا عندها داك البنت اللي في الرباط، اللي داك البرهوشه، وعندك داك رئيس الفريق هاد شوكي، وعندك داك رئيس داك الطالبي العالمي، وعندك بيتاس. هادو اللي غيجي هادو اللي غادي اللي غيطحنوا حزب الحرار. السبب ديال الاندحار والاندثار والتراجع والبؤس ديال حزب الحرار هما هادو. واش ما حانش الوقت باش تقبط علينا هاد البراهش ديالك اللي كتطلقهم كيستفزوا المغاربه؟ هذا راه استفزاز للمغاربين. ينوض واحد البرهوش يقول لك: حنا الطفل ملي كيخلق كيصيب الدعم وكيقرا وكيصيب التغطيه الصحيه، وملي كيتخرج كيصيب نعم سيدي الخدمه وكيصيب الفلوس. واش هذا ماشي استهزاء واستحمار المغاربه؟ هذا حزب الأحرار ولا الحزب المطلوب وطنيا من طرف المواطنين، أنهم كرهوه بسبب هاد النماذج هادو، بسبب هاد المهبولة وداك البرهوشة وداك شوكي اللي داك رئيس الفريق اللي كيبدا اللي ناجح في المصيبه كحال بولمان، هو ساكن في الرباط، وداك الطالب العالم اللي كيقول لك غادي ناخذوا الحكومه ديال المونديال. كي غديروا لها؟ الدري الصغير الى السي مهبوله فيه 6 شهور هضرتي معاه يقول لك تكذبون على المغاربه، وقال لك المدن ديالهم اللي كيسيروهم الناس ديال الاحرار. هذا الدليل هو فاس. عندنا عمده فاشل، عندنا عمده لا يفقه شيء، عندنا عمده 5 سنين وكيهضر لنا على الطوبيس، شي طوبيس ما جا. الحصيل اقسم بالله لانني اشفق عليكم. وكيبقاو فيا داك الشرفاء ديال حزب الاحرار، مثل داك الراجل داك اللي كان وزير ديال العدل، اوجار. الاحرار الفري، ماشي هاد ميطاسيون هاد البراج.
والله العظيم كيبقاو فيا بعض البرلمانيين ديالنا مساكن حنا فاس كيشتغلوا وناس نقيين وناس اكتيف. غادي دابا نتوما تسيئون للجميع. هاد البرهوش هاد مهبوله، هاد مهبوله ولا وزير ومازال عقلو طايش، مازال كيدوز المراهقه السياسيه، مازال كيطبل. فين هي هاد الشبيبه؟ فين هو هاد التنظيم؟ فين هي؟ جايبين عباد الله كيقولوا على حسب الفيديوهات مسربه من المعامل ديال السمك وكتلبسوهم الدراعيات. واش هذا ماشي استهزاء؟ واش ماشي استحمار؟ واش ماشي عبث؟ فالرساله ديالي انا اقسم بالله العلي العظيم رغم انتقادي للاحزاب اشفق عليكم، وكنقول للسي عزيز اخنوش واش ما توقفش علينا هاد البراش ديالك؟ واش ما تسكتش علينا هاد البراش هاد المراهقين؟ واش ما تسكتش علينا هاد العبث وهاد العشوائيه؟ واش كتكذبوا على المغاربه؟ اقسم بالله العلي العظيم لكان مصيركم ومآلكم هو النهايه ديالكم هي في 2026. غادي تبهدلوا واحد التبهديله ليس لها، ما عندها لا راس ولا رجلين. علاش؟ انما كتسمعوش، لان الشرفاء حزب الاحرار ديتوهم اللور وزيدتوا البراهش يسيروا، زيدتوا المراهقين يسيروا. دابا هاد مهبوله واش ماشي كيستفز المغاربه؟ واش ماشي كي هذا كيدير التحريض؟ هذا ملي تجي تقول لي انا اذا حنا المغاربه دابا اللي كيشكيو كلهم راهم غير مجموعه الناس اللي ما فاهماش. التفيتوا على عزيز اخنوش ودبرتوا على راسكم بعد ما كنتيو الرقعه عندكم في السراول، اللي كان معلم واللي كان احترف حزب العداله اللي كان كيتسخر غير حزب العداله والتنميه وعرفاتو على انه ما صالحش وسبقت عليه، واللي ولا دابا منظر ولا هو اللي كيسير. حسبنا الله. انا والله العظيم لا اشفق عليكم وغيبقى فيا الحال، لان غيوقع لكم غتوقع لكم واحد الواقعه كبيره، هي على انكم غادي تندثروا بفضل هاد التبرهيش هاد البراهش اللي كديروهم يسيروا ومخلين الشرفاء ديال حزب الاحرار. احترامي وتحياتي للشرفاء، حزب الاحرار فيه الشرفاء وفيه النواب البرلمانيين الملتزمون، ولكن فيه شكون اللي كيفسدوا وكيدير له بحال الشكل ديال شي واحد كيقولوا في المثال كينوض عليه الزقه والصداع. هي هاد البراهش، هاد البراهش هما اللي كينوضوا الصداع على حزب الاحرار وكينوضوا المشاكل وكينوضوا واحد الغليان. انا والله العظيم لا اشفق عليكم. اقول للسي عزيز الى ما تداركتيش الموقف ورديتي هاد البراهش وشديتي لهم الافواه ديالهم، هاد البراهش هاد الدراري الصغار ورديتيهم اللور وخليتي داك الناس الفريد الاحرار يسيروا، سوف يكون مآلك المزبله. وغادي يبقاو فيا داك الناس الزوينين الاحرار مساكن غادي يضيعوا بنا الرجلين. والله العظيم الا ترقصون كديك المدبوع. قال لك من المهدي الى اللحد. شفنا معكم الويل والفقر والظلم والبؤس من المهدي الى ماشي غير اللحد. اضربنا اللحد وكرهنا السياسه وكرهنا السياسيين وكرهنا البراهش اللي كينقزوا. دابا نعيشوا العبث ونعيشوا العشوائيه ونعيشوا مسرحيه. حسبنا الله ونعم الوكيل. هادشي اللي غنقول لكم.